مشاهدي قناة القلم الفضائية عسلامة، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بالخط الأحمر. من كثر ما ولا الواحد يسمع بقضايا الاغتصاب هالأيام، ولا يمشي في الشارع ويتلفت لجنابه. تقولش علينا في هالبلاد ما ولا عندنا حالات اغتصاب واعتداءات كان بعد الثورة. وكالعادة عوض نناقشوا المشكلة الحقيقية وكيفاش لازمنا نعالجوها وشنية أسبابها وكيفاش نتعاملوا مع ضحاياها ومرتكبيها، نكبشوا في الهوامش والأطراف الكل تبدأ تتبادل في التهم، تقولش عليه عركة حوم. اليوم عندنا قضية كبيرة هزت الرأي العام. بنية صغيرة عمرها 3 سنين تم الاعتداء عليها في أحد رياض الأطفال. وزيرة المرأة وكيف برشا وزراء عندهم إسهال في التصريحات قالت في أول رد فعل ليها إنه البنية تم الاعتداء عليها من طرف حد من العائلة ومش في الروضة. ومن بعد ما جمعت المعلومات الصحيحة اعتذرت وقالت مولات الروضة غلطتني، وفتحت تحقيق وعملت خلية أزمة بعد ما عملت بتصريحاتها أزمة في البلاد. واللي سالوها برشا دقيق لقاو فيها فرصة باش يصفيوا معاها حساباتهم السياسية وما عليها كانت تتحمل مسؤوليتها. وقداش من مرة نبهنا وقلنا وكررنا راهو الكلمة من أصحاب السياسة بحسابها. واللي مغروم بالحديث والتصاور والتصريحات معليه كان يتحمل تبعاتها، والله لا يرد فاس على الهراوة واللي جابته ساقيه لا صاليه. به ما نحبش نعقب برشا على جملة من التصريحات في موضوع الاغتصاب هذايا، وخاصة من الناس اللي تكره الثورة واللي كان سبب فيها، واللي البعض منهم ولينا نسمعوا به يقول لنا هالجرايم ما ولات تصير كان بعد الثورة، واللي يقول لك هذه من مخلفات الدعوة لتحجيب البنيات الصغار، واللي مازال كان يتهم الإسلام مباشرة على ارتكاب الجرائم هذه. وهذم ناس الواحد ما يسحقش أصلا يتلفت لهم وإلا يجاوب عليهم، واللي كيفهم حقهم شادين ديارهم ويطلبوا في السماح من الشعب متاعهم. مش ولاو شرفة ولاقيين كالعادة في الإعلام شكون يجيبهم ويحتفل بيهم، وبعد ما كانوا فيترينا في الاستبداد ولاو رموز للحداثة وأصوات الحق المدافعين عن المساكن في هالبلاد. باهي يقول القايل شنو هو الحل وماله؟ يا سيدي الحل هو في تطبيق القانون. يا ولادي طبقوا القانون في هالبلاد، تو برشا مظاهر منحرفة تتصلح. طبقوا القانون بايشي، واحنا المجرمين في تونس ولات عندهم حصانة وامتيازات ما أنزل الله بها من سلطان. أحكام قضائية مخففة، مجرمين يتشدوا اليوم بالكمشة والغدوة تلقاهم يحوسوا وكأنه شيء ما ثم. تهديدات العائلات الضحايا من أهالي المجرمين باش يسقطوا تتبعاتهم العدلية، وإلا ياكلوا ماكلة قبل نهار العيد من التهديد والوعيد. والمواطن يخاف على روحه وعائلته ويسلم في حقه ويقول لك فك عليا من البلاء وما ثم حتى حد يسمعني وإلا يحميني. غريبة والله، واحنا المجرم في بلادي مناقص كان يعمل باتيندا ويصب على روحه في السيناساس على ما هو معروف، وحتى حد لهم قلقوا وأعمل اللي تحب، وبإذن الله ما تلقى كان الناس الكل واقفة معك. واللي ناقص من تخفيف الأحكام والرشاوي والتدخلات والأوامر يكمل فيهم رئيس الدولة اللي النهار الكل هو يسيب في المجرمين، تقولش عليه يسيب في العصافر. مخ الهدرة تحبوا هالبلاد تشد شوية ثنية، تبقوا القانون على الناس الكل من اللي سنة أولى إجرام للي يستحق الإعدام، ويزيونا بربي من لغة حقوق الإنسان. ما طالبناش راهو باش تعاقبوا الناس اللي ما عملوا شيء، وما قلناش للضحايا باش ياخذوا حقهم بيدهم. أما اللي غلط لازم يخلص على قد الجرم متاعه، وإذا توفرت الشروط لإعدامه هذيك مشكلته، وما احناش ماشيين نكونوا أحن عليه من روحه. ومتفاهمين كونوا احنا نطبقوا في القانون، نراجعوا أرواحنا في مسألة القيم في المجتمع، ودور السجون في التأهيل والإصلاح، ومسؤولية العائلة، ودور التربية والمساجد والإعلام في مقاومة هالجرائم اللي قاعدة تصير، وشنية أحسن الوسائل باش نعالجوا هالانحرافات الكل. أما لين تتصلح المنظومة كاملة ما عندنا حتى خيار، كان التطبيق الصارم للقانون. وتوا خلينا نبدأ جولتنا الصحفية مباشرة بعد هذا الفصل.